السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكون كلكم بخير. كل سنة وانتم طيبين بقدوم شهر رمضان الكريم. أعاد الله علينا باليمن والخير والبركات يا رب دايما. خلطة البهارات القوية اللي تخليكي تستغني عن بهارات كتيرة قوي عندك في المطبخ، هتعمليها في علبة واحدة بس، فهي اقتصادية وفي نفس الوقت هتريحك كتير قوي. المكونات سهلة وبسيطة، وعلى فكرة موجودة في كل بيت ومش كتيرة قوي. هناخد معلقة كبيرة كل من الحاجات اللي انت شايفاها دي: معلقة فلفل اسود، معلقة كزبرة، معلقة كمون، كم ورقة لورا، يعني قولي معلقة كبيرة برضو لورا، عود واحد قرفة، ومعلقة حبهان، ومعلقة شاي صغيرة، دي اللي هو المسمار او القرنفل. تمام، يعني بلاد العربية بتقول مسمار، احنا هنا في مصر بنقول عليه قرنفل. معلقة شاي صغيرة. دي المكونات بتاعتنا، سهلة وبسيطة، موجودة في كل بيت. البهارات دي مش هتستغنى عنها طول فترة شهر رمضان، هتريحك وهتوفر عليكي كتير قوي مجهود من علب وكركبة في المطبخ كتير ملهاش أي 30 أي لازمة يعني. المهم هنجيب زي ما انتوا شايفين كده المطحنة بتاعتي. طبعا مش لازم تكون المطحنة يعني عندك، لا مش شرط، هاتي مطحنة الخلاط الموجودة عندك وطحني فيها عادي. هناخد الحاجات الصحيحة الأول وهنبدأ نطحنها، لأن الحاجات التانية اللي عندي دي هي أصلا كده اوريدي مطحونة جاهزة. أنا كنت جايباها، بجيب الحاجة بتاعتي من عند العطار بصراحة ووديها تحميصة شوية وبطحنها، فأنا كنت مجهزة البهارات التانية دي الأساسية مطحونة، لكن الحاجات الصحيحة دي بسيبها، اللي هي الورق اللورا والحبهان والحاجات دي بسيبها صحيحة. بس لما بعمل الخلطة دي لازم كله، يعني زي ما انتم شايفين، أما يعني كله مع بعضه، بحيث هخليه يعني ميكس من هنا على ميكس من ده، بدل ما نفضل نحط في كذا حاجة. طبعا البهارات دي هتقولي استخداماتها في ايه؟ استخداماتها كتيرة قوي، هتحطي منها على اي حاجة عندك، على عصاج اللحمة، على طاج اللحمة بالبامية، على الشوربة، شوربة لحمة او شوربة فراخ، او حطي على البانيه، حطي في اي، حطي على الفراخ نفسها، هتستخدميها في حاجات كتيرة، ليها استخدامات كتير. انا عن نفسي مش بستغنى عنها طول فترة رمضان وبعد رمضان وطول أصلا السنة، يعني أنا مش بستغنى عنها. دي البهارات بتاعتي المفضلة اللي بجد بتخلي الأكل ريحته في حتة تانية خالص، خصوصا الشوربة لما تبقى عايزة الشوربة كده ريحتها حلوة وتحبي تستخدمي الحاجة. شايفة الحاجة لما اتطحنت ريحتها والله العظيم، يعني مش عارفة أقولك إيه، تحفة تحفة من هنا للسنة الجاية. هتوفر عليكي كتير وما تكتريش، يعني اعملي في علبه زي ما انت شايفه انا عامله العلبه الصغيره عشان تخلص واعمل جديد، لان انا بحب البهارات اول باول تطحن كده عشان تبقى ريحتها كده ظاهره كده وتبقى طبيعيه، يعني تبقى جميله قوي لما تبقى مطحونه كده جديد. هنا خلصت البهارات كلها وطحنتها وتحفظيها في علبه. العلبه دي اللي مش هتستغني عنها طول رمضان. في اي حاجه عندك عايزه تحطي عليها بهارات، تحطي من البهارات دي، صدقيني وهتدعي لي في الاخر. ريحتها مش عايزه اقول لك، يعني انا ما حطيتش، انا على فكره وصفه سهله جدا وما فيهاش افتكاسات كتيره ولا اي حاجه. انا بحب الحاجات الطبيعيه وبميل ان انا ما بحطش بهارات كتيره قوي في الاكل، فالناس اللي زي ما بتحبش بهارات كتيره قوي في الاكل وتحب الاكل يطلع بطبيعته، استخدمي البهارات دي، صدقيني هتنفعك جدا. يا رب كده خلطه البهارات تكون عجبتكم، وما تنسونيش في اللايك والشير. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.